المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها جهود لتقوية قدرات صيادي الأسماك في جنوب البحر الأحمر. سمينار للمرأة في لوغو عن سبأ. أنشطة توعية لمكافحة الملاريا في مايمني. تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل وترقب الإفراج عن المزيد من الرهائن والمعتقلين. توافق عربي أوروبي على أهمية حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. والعمليات الأمنية جارية للقبض على منفذي الهجوم في سيراليون. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مسؤول مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حسين معاوية أكد بأن الجهود الجارية لتطوير قدرات صيادي الأسماك تحقق نتائج مرضية. وأوضح القيام بأنشطة تثقيفية لحفظ الأسماك ونظافة أدوات الصيد والسلامة وقوانين البحار ومكافحة تلوث البحار، إلى جانب الدعم المقدم لرفع الإنتاج وتحسين الحياة المعيشية للصيادين المقيمين على شواطئ البحر. وأكد تقديم أدوات الصيد عبر قروض تقدر بحوالي 250 ألف ناقة للصيادين هذا العام، وتقديم أدوات أخرى تقدر بحوالي 100 ألف ناقة. وأشار إلى إنتاج أكثر من 600 طن من الثلج في الأشهر العشر الماضية لتوفيره للصيادين، قدم منه 41 طنا للصيادين الفقراء مجانا، وتم جمع 375 طن من الأسماك الجافة و340 طنا من الأسماك الطازجة، موضحا العمل لتنمية أشجار المانغروف على شواطئ البحار. وأوضح تقديم تدريب في تصنيع شباك صيد الأسماك والطهي للنساء في شواطئ البحر ودعمهن بأدوات الصيد. ويوجد في إقليم جنوب البحر الأحمر حوالي 520 قوارب صيد صغيرة وكبيرة الحجم مسجلة لدى الوزارة. عقد الاتحاد الوطني للمرأة سمينارا للمرأة في قوات الدفاع والعاملة في المؤسسات الحكومية المختلفة حول دور ومساهمة المرأة الإريترية في مختلف مراحل التصدي والتنمية. ونظم السمينار من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في 3 مناطق هي ليبان ومغركة وعدنا أمن. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في المديرية السيدة تسغوين قبر سلاسي أن من المهم المشاركة الواعية في محاربة العادات الضارة إلى جانب حزمة برامج التصدي، داعية الجهات الحكومية للقيام بالدعم اللازم في هذا المجال. وشرح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد بنيانيت غاي أهمية الدور ومساهمة المرأة في كل المجالات، داعيا المرأة للاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية المتوفرة. وألقيت في السمينارات كلمات من مسؤولي مختلف المؤسسات الحكومية. في غضون ذلك وزعت الجوائز للفائزين في مسابقات المعلومات العامة التي جرت في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. يقوم مكتب الصحة في مديرية مايمني بأنشطة توعية في جميع المدارس منذ شهر أكتوبر الماضي لمكافحة مرض الملاريا. وأوضح مسؤول الصحة العام السيد هانيبال ميكيل أن انتشار الملاريا كان محدودا في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، لكنها ازدادت حاليا، وتهدف التوعية الجارية للقيام بالنظافة الأسبوعية بدءا من المنزل واستخدام الناموسيات. من ناحية أخرى، أفاد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض أسمروم أسقدون بتنظيم سمينار تنويري لرعاية الأمومة والطفولة في عدة قرى بالمديرية. ودعا الرجال لتعزيز المشاركة لجعل المرأة الحامل تستفيد حتى موعد الولادة من غرف الانتظار المقامة بالمؤسسات الصحية، لأن عدم القيام بالمتابعة الصحية أثناء الحمل والولادة يحدث مصاعب صحية.
نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة دورة تأهيلية في العلوم الاجتماعية ل 376 طالبا في مدرسة وارساي كالو أعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية. وأوضح رئيس الاتحاد السيد صالح أحمد الدين في مراسم التخريج في 26 من نوفمبر الجاري أهمية التأهيل، مشيرا إلى توقعه من المتأهلين أن يكونوا متفانين في جميع أنشطة الاتحاد والبلاد. وذكر مسؤول التربية الوطنية في الاتحاد السيد قبر يوناس قبر تنساي أن التدريب ركز على الميثاق الوطني والقيادة والحكم وأساس الثقافة الوطنية الإريترية وصحة الشباب وإنتاجيتهم وعلم الاجتماع الذي يحدد بنية ووحدة الشعب الإريتري وثقافة وقيم الشعب الإريتري والتنمية وبناء الأمة وفوائد التنظيم وأهميته وأهمية وتأثير الإعلام والقانون والشباب. وأشار إلى أنه إلى جانب التدريب تم تقديم تدريب مماثل ل 551 من أعضاء الخلايا الأساسية في مدرسة وارساي كالو، مقدما شكره لمركز التدريب الخدمة الوطنية بكافة هياكله ومركز ساوى للتعليم والتدريب ومدرسة وارساي كالو. وقال المتدربون بدورهم أن التدريب عزز وعمق التأهيل الذي تلقوه في وقت سابق. قيم فرع العمال المدنيين في المؤسسات الحكومية في مديرية أفعبت أنشطته المنفذة هذا العام والبرامج الموضوعة. وأفاد الاجتماع بتنفيذ أنشطة التشجير ورعاية الشتول وصيانة الفصول الدراسية وبناء الحواجز المائية والنظافة البيئية ومساعدة أسر الشهداء. وأشار التقرير المقدم إلى تقديم 84 ألف نقفة تعمل لأسر الشهداء. وطالب الاجتماع بالإسراع في صيانة غرف مستشفى أفعبت واستمرارية برامج النظافة أسبوعيا ووضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بطريقة غير مبررة. استشهد في 26 من نوفمبر الجاري عضو وزارة الشؤون الخارجية المناضل الدبلوماسي محمد علي حسن اللمين المعروف بأمين كويت جراء مرض فجائي عن عمر بلغ 86 عاما. بدأ المناضل محمد علي حسن اللمين نضاله عام 1962 في جبهة التحرير الإريترية التي تأسست في القاهرة عبر الطلاب الإريتريين المتفانين والدبلوماسيين الآخرين، وأصبح عام 1968 مندوبا رسميا للتنظيم في الكويت. وأكد عضويته باتخاذ موقف تاريخي صريح مع انفصال قوات التحرير الشعبية. وساهم المناضل محمد علي حسن اللمين بدور كبير انطلاقا من مكتبه المركزي في الكويت للتعريف بالنضال التحرري العادل للشعب الإريتري والبحث عن منح دراسية للشباب الإريتري اللاجئ وتطبيب الجرحى المناضلين في الكويت ودول أخرى وإرسال المساعدات المالية المقدمة في الكويت ودول الخليج إلى الميدان، والأهم في تقوية قدرات التنظيم. المناضل الكبير مع محمد علي حسن اللمين أب لابنين، وقد ولي جثمانه السرى اليوم 28 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في أسمراء. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل والدبلوماسي محمد علي حسن اللمين، وتقدم تعازيها لأسرته وزملائه ورفاق النضال. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. مددت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع الإنساني كارثيا. وبدأ سريان اتفاق الهدنة بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة، وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهين آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق. وقبل ساعات قليلة من انتهاء مدة الهدنة الأساسية، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، ما من شأنه السماح بالإفراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلا فلسطينيا إضافيا. وخلال الليل أفرج عن 11 رهين إسرائيلي في قطاع غزة، من بينهم 3 يحملون الجنسية الفرنسية. وبعد ذلك أفرجت إسرائيل عن 33 فلسطينيا من سجونها، بينهم محمد أبو الحمص. وقبيل تمديد الهدنة، وافق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على لائحة من 50 سجينة إسرائيلية للإفراج عنهن.
اتفق الاتحاد الأوروبي ودول العربية الاثنين خلال اجتماع في إسبانيا على أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيف بوريل بأن قطاع غزة يجب أن يكون خاضعا لحكم السلطة الفلسطينية. وقال بوريل أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة وكل الحضور تقريبا اتفقوا على الحاجة إلى حل الدولتين. وأضاف بوريل أنه ينبغي على السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات وتعزيز قدراتها، مشيرا إلى أن تجنب حدوث فراغ في السلطة هو الحل العملي الوحيد في المستقبل لقيادة قطاع غزة. وكان هناك محادثات في ختام اجتماع قصير لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وهو تجمع يضم 43 عضوا من دول أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. قال مسؤولون أن 20 شخصا قتلوا وفر نحو 2000 سجين خلال هجوم وقع على ثكنة عسكرية وسجن ومواقع أخرى في سيراليون. وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حالة من الذعر عندما أطلق مهاجمون أعيرة نارية في أنحاء من العاصمة فريتاون. وقالت حكومة سيراليون أن قوات الأمن صدت هجوما شنه جنود منشقون. وقال رئيس الدولة جوليوس مادا بيو في خطاب ألقاه أن السلطات ألقت القبض على معظم قادة الهجوم، مضيفا أن العمليات الأمنية جارية للقبض على آخرين وكذلك التحقيقات في الهجوم. وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عيسى بنجورا لرويترز أن من بين القتلى 20 13 جنديا و3 من منفذي الهجوم وشرطيا ومدنيا وفردا بشركة أمنية خاصة. وأضاف أن عدد المصابين بلغ 8 وأنه ألقي القبض على 3 أفراد. وأفاد تقرير عن الوضع بأن نحو 1890 سجينا فروا من سجن بادنبا رود المركزي في فريتاون خلال هجوم شنه مسلحون. خلفت عاصفة قوية تترافق مع رياح وأمواج عاتية 8 قتلى في روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو ومناطق محتلة أخرى من أوكرانيا وفي مولدافيا بحسب السلطات ووسائل الإعلام. وأوضحت وزارة الطاقة الروسية أن أكثر المناطق تضررا هي شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا ومناطق محتلة جزئيا في دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا. وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان أن الكهرباء انقطعت عن نحو 1.9 ملايين شخص بسبب الظروف الجوية غير المواتية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقارير عن الكوارث المناخية وأمر حكومته باتخاذ إجراءات لمساعدة المناطق المتضررة. هذا وأعلنت السلطات المولدافية مقتل 4 أشخاص. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. جهود لتقوية قدرات صيادي الأسماك في جنوب البحر الأحمر. سمينار للمرأة في لوكو عن 7. أنشطة التوعية لمكافحة الملاريا في ماي مني. تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل وترقب الإفراج عن المزيد من الرهائن والمعتقلين. توافق عربي أوروبي على أهمية حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. العمليات الأمنية جارية للقبض على منفذي الهجوم في سيراليون. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.